ما شربتش من دجلة؟ لا والله يا اخويا، الزمالك متعود يشرب من كل فرق الدوري. دجلة يفوز على الزمالك 2-1 مع الرأفة، والزمالك يرفض هدية الاهلي لان الزمالك ما بيعجبوش الصدارة او ده مش مكانه المعتاد. والزمالك لما خسر من دجلة النهاردة بقى في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والمصري بقى المتصدر برصيد 11 نقطة، وكل فرقة من دول لعبت 5 مطوشة بما فيهم بيراميدز لما كسب الاهلي امبارح ولعب 5 ماتشات عنده 8 نقط، والاهلي لعب 4 ماتشات بس وعنده 5 نقط. وانا بقول لك الموضوع مش بعيد، وانا زي ما قلت لك انت مش متعود على الصدارة ولا بتحبها، وكل لما الاهلي يديك هدية انت وش فقر بترفضها. ليه؟ لان عارف ان ده مش مكانك، مكان النسر المعتاد. وانا بقول لك الموضوع كلها بعد الماتشين بتوع التوقف الدولي هنرجع وهناخد كله كالمعتاد، وهي الفرق كام نقطة. الاهلي لما يلعب الماتش الخامس وان شاء الله يكسبه هيبقى عنده 8 نقط، ويبقى الفرق ما بين المصري المتصدر 3 نقط، والزمالك صاحب المركز الثاني المؤقت، واللي هو كل ما يكسب ماتش يفوز بدرع الدوري البلاستيك لان هو بعيد عن درع الدوري الحقيقي. وانا بقول لك الزمالك فتح الحنفية وبدأ ينقط كالمعتاد، وانا قلتها لك قبل كده اوعى تفرح بماتش وتقول لي اصل انا خدت الدوري. انا بقول لك يا ابني انت مش وش دوري والايام بينا، وانا بقول لك لو عرفت تحافظ على المركز الثالث يبقى كتر خير الدنيا، وانت كده محافظ على مستواك. لان كل واحد لما بيلاقي الاهلي بيخسر ماتش بيبقى يوم الماتش ده التتويج بالدوري، وسبحانك يا رب بقالنا فتره كل لما الاهلي يخسر ماتش من الدوري اللي فات ويجي الزمالك يبقى دي فرصه اللي هو يتصدر يقول لك معلش انا مش واخد على الكلام ده، الموضوع ده محتاج رجاله، وهم عارفين نفسهم شويه كومبارسات ما بتصدق تفرح في هزيمه الاهلي اكتر من فرحها بمكسبها اللي هي ما بتعرفش حتى تكمل فيه للاخر، لان احنا قلنا الموضوع ده محتاج رجاله. بقولها لك الاهلي لما هيرجع بعد التوقف الدولي مش هيسمي على حد، وان شاء الله الاهلي راجع وبقوه. سابكوا تهزروا وتعيشوا الوهم شويه، بس انا بقول لك الاهلي مش هيحل، وانت مقابلتك معانا يوم 29 الشهر ده مش هنسمي عليك وهتعرف قيمتك الحقيقيه. وكذلك في ماتش السوبر المصري، وكل واحد افتكر الاهلي خد تعسيله وغفل. الاهلي لو صحي والله ما هيخلي لكم مكانه كما هو المعتاد.